طبعا كلنا سمعنا عن أزمة الشيف بوراك مع أبوه والخلاف اللي بينهم اللي وصل للقضاء، وادعاءات الشيف بوراك إن أبوه باع مطعمه وضيع تعبه ومجهوده طول السنين اللي فاتت، وكلنا كنا متعاطفين مع الشيف بوراك جدا. بس حالة التعاطف دي ابتدت تقل بعد ظهور والده في مقابلة بيحكي فيها القصة الحقيقية، وقلب الترابيزة على ابنه بوراك. والد الشيف بوراك بيقول إن مفيش ولا مطعم من مطاعمهم اتباعت، وإن الاسم التجاري هو اللي اتباع فرانشايز لخارج تركيا، والكلمة دي معناها إنك بتبيع الاسم التجاري لشركات تقدر تفتح مطاعم وتسميها بنفس الاسم التجاري بتاع المطعم الاصلي. وكمان بيقول انه من حقه انه يعمل كده وده ببساطه لان الاسم التجاري اصلا بتاعه مش بتاع الشيف بوراك، وان بوراك اصلا كان عباره عن صبي شغال في المطبخ بيقطع خضار ويساعد الشيف الحقيقي اللي هو ابوه. الشيف الحقيقي انا اصلا. وكمان علق على الفيديوهات اللي ابن بوراك منزلها، وقال ان الشيف بوراك اصلا عنده حساب في البنك فيه من 5 ل 10 مليون دولار، وعنده فيلا اشبه بالقصر وقدامها اسطول من السيارات. وكمان قال انه لو حب يرفع دعوى قضائيه على ابنه هيكسبها، بس هو مش عايز يعمل كده.